طيب شبابنا من رجاله في صدى صوت. في الفئه المتوسطه الجديده دي بقى بناخد ايه الجديد، ايه بقى الفيتشرز بتاعت العصر اللي احنا فيه، واللي نبتدي بقى نعاين بناء عليها. الموبايل ده فيه واحد اتنين تلاتة. هي الشركات بتحاول تبين ان انت تقارن بالاي اي، ان كل ما الموبايل يبقى فيه فيتشرز اي اي الفترة دي يبقى هو احسن، ويبقى هو صفقة اكتر، ويبقى هو ده بقى ده المستقبل، ده اللي بيخاف عليك، ده اللي هيساعدك ويسهل عليك التجربة والكلام ده. بس هو كموبايل بقى عادي طبيعي من غير الفيتشرز دي، نظامه ايه بين المنافسين؟ اعتمادي فعلا، تستخدمه كبطارية، كأداء، كشاشة وكاميرات والقصص دي. ده اللي هنتكلم عليه. وهنبدأ طبعا بالكاميرات زي ما اتفقنا، علشان ايه بتهيألي مش محتاجة، يعني مش محتاجة وقت خالص. هما كاميرتين، مفيش تالتة حتى. موبايل ب25,000 جنيه مفهوش كاميرا تالتة. كاميرتين فيهم وايد انجل لينس وزاوية واسعة وكاميرا أساسية و2 اكس و4 اكس. ما شاء الله كاميرتين فيهم البركة. بص، هو بكل بساطة كاميرا فيها وايد لينس، والكاميرا التانية الأساسية بيطلعوا منها ال2 اكس وال4 اكس. وبالسوفت وير بقى بيحاولوا ان هم ايه يظبطوا ال2 اكس وال4 اكس دول شوية، بحيث ان ايه يطلع انت بتعمل زوم وبتاع في الفئة دي وكده. الكاميرا الوايد بصراحة أقل لهم، يعني مع إن هي كاميرا مخصوص، بس بعد المعالجة بتبتدي تتحسن. قبل المعالجة الصور بتبقى سوفت جدا، وبعد شوية تدخل بالسوفت وير بتبقى كويسة، يعتمد عليها، مفيش فيها أي مشاكل. لكن ده بيخيش بقى شوية في الفيديوز، لأن الفيديوز ما ينفعش يتم عليها معالجة بعد كده. فالوايد انجل لينس في الفيديوز واسعة وجميلة وبتدخل إضاءة وكل حاجة، لكن سوفت قوي ما فيهاش تفاصيل. الكاميرا الأساسية بقى لا، فيها تفاصيل كويسة جدا ويعتمد عليها في الفئة السعرية دي. وبعد المعالجة كمان بتطلع صور عبقرية، واحدة من أحسن الكاميرات في الفئة دي بكل بساطة. الكاميرا الأساسية ال1 اكس، الحاجات القريبة، الحاجات البعيدة، سواء دايناميك رينج، سواء تفاصيل وألوان. الكاميرا الأساسية في التصوير الليلي يعتمد عليها جدا، فيها نايت مود ممتاز. حتى في تصوير الفيديو في ال4K ادائها عبقري، والتثبيت فيها ممتاز جدا ويعتمد عليه، مفيش فيه اي مشاكل. بالمناسبه انت ممكن تنقل بين الزوايا في الفيديو، يعني ممكن تبقى على الاساسيه وتنقل للوايد اثناء التصوير. في بعض الموبايلات في الفئه دي ما بتعملش الكلام ده، مانيش فاهم ليه، هو تقدير وخلاص. ما تسيبني يا عم الاكسات بقى، الزوم يعني ما شغال كانك اخدت الصوره بالكاميرا الاساسيه عملت لها كروب. هو ده اللي هو بيعمله حرفيا. الفرق ان هو بيروح عامل شويه معالجه، وهو فاهم ان دي 2 اكس فبيزود المعالجه شويه، وبتطلع صور والله يعتمد عليها، ما فيش فيها مشاكل قوي. ممكن بالليل بس ايه ما بتبقاش احسن حاجه. في بقى شويه فيتشرز في الكاميرا غير موضوع التصوير العادي والزوايا والكلام ده، هو زي ان هو بيعزل لك الصوت، في اوبشن تعزل الصوت وتعمل نويز كانسليشن اثناء تصوير الفيديو. منور. عندك برضو طبعا العزل بقى والبوكي افكت وكده، بس ما يعتمدش عليه خالص، فكك منه ما تجيش جنبه. طبعا مش محتاج اقول ان الابليكيشن بتاع اونر بتاع الكاميرا بقى نسخة من الاي او اس، وكل مرة بيضيفوا حاجة بتقربه اكتر للاي او اس. ده شيء حلو ويعتمد عليه وسهل وخلاص، انا بقيت عارف اماكن الحاجات فين. بس زي ما اتفقنا قبل كده، هي انت بتتخلى عن ايه التعديل على الصور بقى بالذكاء الصناعي. دي حاجه شفناها قبل كده، تم عليها شويه تعديلات هنا وشويه اضافات كده سريعه. زي ايه يا معلم؟ زي ان انت توسع الفريم بتاع الصوره، دي جامده دي بصراحه، بس بحتاجها كتير. تشد الشركه توسعه وتقول له املا لي بقى الفراغات دي بالاي اي، ماليها لك، وبيعمل محاكاه خطيره بصراحه ودقيقه. موضوع ان انت تمسح حاجه من الصوره طبعا وشفناها، وبقت اسرع واذكى بكتير. تقدر تحدد الناس اللي معديه وراك اصلا بضغطه واحده دلوقتي، ده مسح الناس اللي ماشيه. انا ما اعرفش ليه احنا بنحتاج الحاجات دي، ليه احنا ليه دايما عاوزين حاجه كلين وبيرفكت؟ ما عادي يا باشا، الناس يبقى فيها صور راحه، الناس جايه وبتاع. العمود اللي في الصوره ده عاجبني اصلا، الصوره من غير عمود دي ملهاش معنى. اللي ملوش علاقه بالايفون بقى، او نقدر نقول متفوق عليه اصلا كمان، هو الشاشه معلم. الشاشه الموبايل ده عبقرية بالنسبة للفئة السعرية دي،
واحده من احلى الشاشات اللي شفتها. سيبك من الارقام وسيبك من الريزولوشن والحاجات ده اهي هنجيلها، بس سيمترية الشاشة، الحواف اللي قد بعضها، وموبايل الايدجز بتاعته الحواف بتاعته ملفوفة لفة حلوة قوي. طول ما انا ماسك الموبايل ده انا مبسوط بشكل الشاشة بتاعته بأمانة. كأرقام برضو هي ما زالت مستمرة في ده، يعني هي شاشة اموليد وشاشة 120 هرتز وسطوعها عالي جدا وفيها اتش دي ار وفيها بصمة في الشاشة وأدائها سريع وممتاز ومكانها كويس. حتى السماعات ستيريو، اعملها لك ستيريو، هي ادائها يعني كويس، بس ستيريو يا باشا موجوده. طيب المهم بقى في تجربه الموبايل ده من وجهه نظري هي تجربه السوفت وير. الواجهه هي اللي بتخلي الموبايل ده يكمل معاك، تحبه ولا ما تحبوش، يعيش ولا ما يعيش، كل حاجه ليها علاقه بالسوفت وير. هو ده زمن السوفت وير يا جدعان. ابل ما بتبيعش غير بالسوفت وير. مين انت بتشتري الايفون عشان الاي او اس، عشان كل حاجه مش هم بداوا يخلوا الواجهه بتاعتهم ابسط واذكى وشبه ابل. طبعا من اول ما تفتح الموبايل من اللوك سكرين من بره، اصلا فكره ان الموبايل بيقفل بس ما بيقفلش للاخر دي اي او اس. التعديلات اللي بتعدلها على اللوك سكرين اصلا والهوم سكرين من جوه نفس الشكل، نفس طريقه التعديل. بتقدر تغير هنا في عزل الخلفيه اللي جوه شويه، وبرضه فكرة الساعة اللي فوق اللي انت تقدر تغير الفونتات بتاعتها وتقدر تغير الوانها واحجامها. حتى الدبس والعمق في الخلفيات، ان انت تبقى الساعة كده ورا الشخص او ورا الخلفية اللي انت حاططها. وطبعا قصة الكنترول سنتر وازاي بتعلي السطوع وازاي بتعلي الصوت، تفتح مزيكا، تفتح الواي فاي. هم برضو عندهم حاجات بتاعتهم مميزة جدا في السوفت وير ده، زي مثلا الفولدرز. عندهم حركات كده في الفولدر تقدر تسحبه من تحت، تكبره وتصغره وتعمله شريط. اخدين مثلا حتة ان انت تحدد عنصر من الصورة وتقطعه كده من الايفون اكيد، بس ضافوا لها حتة ان انت تقدر تشيرها على طول في حاجة، مثلا تضيفها للنوت، تضاف بسرعة وسهلة. وقصة النوتس دي اصلا قصة ان يبقى في نوت عايم كده على على شاشة الموبايل، تقدر تصغره وتكبره وتكتب فيه حاجة سريعة، تحط فيه صور. تقدر تحدد النصوص اللي موجودة في الصورة، اي حاجة فيها نصوص تاخدها تحددها كوبي بيست. فكرة ان هو بيعرض دلوقتي الصور HDR، اي صورة تفتحها هتلاحظ ان العنصر اللي فيها اضاءته بتعلى. ده جامد قوي على فكرة، في موبايل متوسط ما بشوفهاش كتير. واحنا فيها يا باشا اهو تطبيق الصور نفسه. فكرة ان انت تكبر الصور كده وتعمل لها زوم اوت وتصغر مع بعضها، دي ايفون برضو قوي. يعني اقدر اقول مثلا لو ابل بتفكر تعمل موبايل متوسط مثلا زي على فكره هو قريب قوي من 16 اي جدا يعني، بس هتزود ال 16 اي واحده نفس شكل البتاع، بس ايه طبعا الشاشه، فرق الشاشه كبير جدا. و16 اي بالمناسبه هو المفروض كان ينزل ينافس في الفئه دي، بس هما بقى قرر يقول لك لا انا هزوده $200 عشان ما يبيعش، عشان ما حدش يجيبه. وبالمناسبه هو تصميم خفيف على كون موبايل مع 6000 ملي امبير بطاريه، رقم كبير جدا. هنيجي لادائها دلوقتي. وكمان مقاوم للميه والصدمات. هو عموما بص، انت برضو في فئه لابد تاخد فيها الحاجات دي كلها. احنا متفاجئين علشان بس بنحط جنبه كلمه موبايل متوسط. الكومبو الكبير، كل الكومبو ده ما كناش بنشوفهم في موبايلات متوسطه، لكن كنا بنشوفه في موبايلات بالسعر ده عادي. فكل الفيتشرز اللي موجوده اللي بنتكلم عليها حلوه فعلا وبتساعد على ان الموبايل يبقى متكامل، بس هي لابد منها في الفئه السعريه دي. ما لازم تعملي موبايل مقاوم، لازم تعملي شاشه حلوه. انا دافع يا باشا رقم كبير جدا. الكلام ده طبعا يا سيدي مع المعالج اللي في الموبايل وال 12 جيجا رام وال 120 هرتز، عامل كومبو حلو، عامل كومبو مستقر جدا. بغض النظر طبعا ان الموبايل نزل له تحديث كبير 7 جيجا باين، عملت له تحديث اول ما جبته، مسح كل حاجه انا كنت مصورها على الموبايل وبجربها، صار حاجات وانا في النيل والله وبتاع، اتمسح. اضطريت بقى اقعد اجرب واصور تاني. المفروض برضو ان السوفت وير والمعالج والكلام ده هو يحافظ على البطاريه. اولهم حاجه زي الاقتراحات الذكيه، ان هو بيشوف ايه اكتر ابس انت بتستخدمها وابتدي يقترحها لك في الجنب كده. فكره النصوص ان انت تاخد نص كده بس زي ما اتكلمنا. في برضه اوبشن اسمه كتابه ذكيه، ده بيخليك اي نص موجود عندك بتقرا بقى كتاب، بتقرا مقال بتاع، فهو يعمل لك ملخص كامل للشيء اللي انت بتعمله. مش عارف مسمينه تنقيح ليه. كام حاجه مهمه برضه زي
ان انت تتعرف على التزييف بالذكاء الصناعي. لو انت بتكلم حد فيديو او كده وهو عامل شخصية مفيكها، هو بيقفشها يعني وبيتعرف عليها AI في بعضه بقى، خلاص يعني نقدر نقول ان هو في الامان، بشويه حلوين كمان. يعني تخلص اليوم وتطحن تلعب وتعمل وتصوير، عمال اصور بيه طول النهار من يومين، برجع بلاقيه لسه فيه بتاع 40% مثلا، عادي جدا ممكن اسهر بيه او استسيبه بقى لبكره. يعني لو في يومين سهلين هيكملوا معاك بكل بساطه، وده مش كلام على فكره، دي حاجات بتتم فعلا. ده خدت بالي من حاجه برضو، الموبايل ده جاي معاه شاحن 100 واط في العلبه. شاحن 100 واط ده شاحن يعني حاجه ثمينه قوي، يعني ممكن نستخدمه في حاجات تانية غير الموبايل اصلا، تشحن بيه لابتوبات، تشحن بيه حاجات. واللي اعرفه على حد علمي ان الموبايل ما بيدعمش ال 100 واط شحن سريع، هو شحن سريع برضو بس 66 واط، ما زال منافس طبعا قوي جدا. بس مش عارف الحقيقه موضوع ال 100 واط ده ايه، ما مش عارف بيوزعوا واطات عشان العيد، معقول؟ عموما يا سيدي ده طبعا قرار يرجع لك في النهايه. هو منافس قوي جدا، لابد تحطه في الاعتبار في الفئة دي، لريلمي والاوبو والفيفو وفي موبايل من سامسونج نفس الفئة. فهي دي غالبا بقى يا معلم الفئة المتوسطة اللي رسينا عليها، ال20-25 اللي هيقرر في الموبايل ده فعلا يروح ويبقى الصفقة المناسبة في الفئة دي هو تسعيره. انا لسه ما اعرفش تسعيره في الوقت في مصر دلوقتي كده. ولو عاوزين نعمله مقارنة مع بقى الأجهزة التانية المنافسة، والله انا جاي مني، بس نشوف يا باشا اكشنز، تشوف لايكس، تشوف سبسكرايب. بس يا انا كده خلصت، تقدر بقى تفضل يا باشا. انا هروح اكمل تجربتي مع باقي الاجهزه عشان لو هنعمل مقارنه او حاجه. يلا يا باشا اتفضل. هروح انا من هنا.